إذا مشاهدينا متابعينا الأفاضل في هذه اللحظة نتشرف الآن باستضافة الأستاذ الخبير محمد جواج رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فياد فوداو. أهلا وسهلا بك سيدي، وشكرا على كرمي، شكرا طبعا على تلبية دعوتنا، دعوة الطاقم الساهر على هذا البث الحي والمباشر لفعاليات البطولة الوطنية 24. تحياتي لكم وتحياتي مشاهدينا الكرام، والشكر كل الشكر هو لكم على حضوركم وعلى تلبيتكم الدعوة الاتحادية الجزائرية للفوفينام فياد فوداو لتغطية هذا الحدث الوطني الذي يعتبر آخر نشاط لموسم 2020 وهي البطولة كمنافسات، إلا أن يبقى بعض النشاطات الخاصة بالطب ودورات تقنية مستمرة إلى غاية نهاية شهر جويلية إن شاء الله. وتحية كذلك لكم وللشعب الجزائري الذي ذكرى عيد 5 جويلية، عيد استقلال العام، ونحن شباب الاستقلال الذي ضحى به أكثر من مليون شهيد. شكرا أستاذ محمد جواج رئيس الاتحادية الجزائرية للفوفينام فياد فوداو، ونحن بدورنا نهنئ كل الشعب الجزائري بالذكرى 63 لعيدي الاستقلال والشباب. إذا أستاذ محمد، دائما كنت تقول أننا نشعر في كل منافسة كعائلة رياضية للفوفينام بالفخر والاعتزاز. كيف تشعرون وأنتم الآن تنظمون بطولة وطنية أخرى في طبعتها 24؟ هذه الكأس الوطنية لدينا منافستين رسميتين وطنيتين، اللتان هما البطولة والكأس الوطنية. اليوم الشيء الجميل والأجمل أننا رجعنا إلى أول قاعة اعتراضات اللي هي بمدينة بورتكيفان، أين نظمنا أول كأس وطنية سنة 2002، أي بعد 24 سنة من أو 23 سنة من اليوم. بالتالي شيء جميل جدا أننا اليوم هذه لديها نكهة خاصة، هذه الطبعة ولديها يعني في نفوسنا وفي قلوب كل الرياضيين. اليوم الشيء الجميل أن الحكام والأساتذة اللي أصبحوا أساتذة اليوم هم من كانوا في السابق رياضيين يتنافسون هنا، كانوا هنا يتنافسون من أجل الفوز بمقعد على مستوى الفريق الوطني، وكذلك للحصول على اللقب الوطني. الحمد لله تعالى أننا وصلنا اليوم إلى أول قاعة، يعني عودنا رجعنا بعد 30 سنة من العمل والاجتهاد بعد نشر فوفينام فياد فوداو في أكثر من 37 ولاية، بعد ما كنا آنذاك 3 ولايات كانت الجزائر، خنشلة وتيزي وزو. هذا شيء جميل. بعد 37 بعد 23 سنة تطور الفوفينام وأصبح ممارس فيه. آنذاك عند حضورنا هذه الدورة كان العدد يتجاوز 75 رياضي من كل الفئات، واليوم الحمد لله شوف القاعة المدرج كلها ممتلئة على آخرها ورياضيين كثر. هذا دليل على هناك عمل كبير وتقدم كبير في الفوفينام فياد فوداو، ما جعلنا دائما نفتخر ونعتز بما وصلنا إليه، والعمل لمواصلة دربنا إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمد جواج، على ذكر العمل فأنتم تقومون صراحة بعمل قاعدي متميز جدا، والدليل هو أن كل الطبعات سواء في صنف الأصاغر أشبال أو أواسط أكابر دائما ما تكون ناجحة بكل المقاييس، والدليل هو الكأس الوطنية للأصاغر والأشبال التي نظمت قبل أسبوع بولاية البيض. إذن أعطينا انطباعك العام حول الأداء والمستوى الفني والتنظيمي لهذه البطولة. والله انطباع رائع جدا. انطباع اليوم شوف المنافسة، التنظيم رائع جدا، مستوى عالمي، مستوى عالمي كما تلاحظوا، وكذلك التنظيم عالمي، والمستوى التقني مستوى عالي جدا كذلك. ولاحظنا اليوم الآن بعض المنازلات وين فاز فيها الرياضيين على عناصر الفريق الوطني. الدلالة هناك عمل كبير
تقوم به مختلف الأندية. شكرا لكم مرة أخرى أستاذ محمد جواج على كل هذه الشروحات وهذه التفاصيل. كيف تقيمون، كسؤال أخير، كيف تقيمون المستوى الفني للطبعة الماضية لكأس الوطنية والطبعة الحالية رغم أننا في بدايتها فقط؟ مستوى التقني لا نستطيع أن نقيمه الآن إلا يعني بعد مر على الأقل نصف اليوم حتى نستطيع القول أن أغلب الاختصاصات لم تنظم بعد، بالتالي لا نستطيع القول أن نتكلم عن الجانب التقني بصفة عامة، لكن تنظيم ومستوى عالي. وما لاحظناه في البداية أن هناك مستوى تقني عالي جدا سواء في التقني أو في النزال، والكل يعمل، كل الرياضيين يعملون بقدرتهم من أجل الحصول على لقب الكأس الوطنية، علما أن في آخر كأس وطنية أجرت مؤخرا في ولاية البيض هناك الكثير من النوادي التي ظهرت مثل نادي شلال العذاورة الهندية، وكذلك نادي خميس خشنة لعود ظهر من جديد. هناك أندية تعمل الآن بجد، تجتهد من أجل الظفر باللقب الوطني. وما لاحظناه في خلال رياضيها أن هناك مستوى لا بأس به يبشر بالخير، ويبشر كذلك بمستقبل الفوفينام في فوطاو الواعد، حيث لا خوف على الفوفينام في المستقبل إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله للمدربين أن يواصلوا جهودهم المثمرة وكل قواهم من أجل تكوين شبابنا، من أجل تكوين جيل يستطيع رفع الراية الوطنية في المستقبل إن شاء الله، واللي تبقى رايتنا دائما الجزائرية في المحافل القارية والعالمية عالية فوق سماء كل أرض وكل وطن. أستاذ، قلت لا خوف على الفوفينام، طبعا شاهدنا من خلال بعض الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختتام دورة البيض أن هناك استقبال شعبي حافل لبعض الأبطال في مختلف البلديات والولايات، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن رياضة الفوفينام أصبحت تأخذ منحى إيجابي ومتسارع جدا في قلوب كل الجزائريين. فعلا هذا ما لاحظناه في كثير من الولايات، حتى نادي كذلك نادي ميلا، نادي الرواشد كذلك اللي تحصل على كذلك على الكأس خاصة بالأصاغر، واللي لاقت أو الأشبال، والتي لاقت رواج واحتفال كبير بولاية ميلا. اليوم الفوفينام في فوطاو أصبح لديه جذور في وسط الشعب الجزائري، في وسط الشباب الجزائري، وبالتالي الحمد لله أن اليوم الفوفينام أصبحت رياضة معروفة ومشهورة على المستوى الوطني، ونعمل إن شاء الله دائما لتعزيزها أكثر، لنشرها أكثر في كل بلدية، في كل ولاية إن شاء الله من هذا الوطن العزيز ان شاء الله. استاذ محمد جواج رئيس الاتحاديه الجزائريه للفوفينام فياد فوداو، شكرا على رحابه صدرك، شكرا على كل هذه الشروحات والتفاصيل، وسيكون لنا لقاء اخر ان شاء الله في الفتره المسائيه على هامش الافتتاح الرسمي للبطوله الوطنيه. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. بارك الله فيك استاذ محمد. اذا متواصلون معكم مشاهدينا متابعينا الافاضل في هذا البث المباشر لفعاليات البطوله الوطنيه 24 المنظمة هنا بقاعة متعددة الرياضات الشهيد بوغلال رشيد ببرج الكفان. كان معنا قبل قليل السيد رئيس الاتحادية الجزائرية والاتحاد الافريقي، وكذلك الامين العام للاتحادية العالمية للفوفينام فياد فودا والاستاذ الخبير محمد جواج، وفانا بمجموعة من الشروحات والتفاصيل الخاصة بتفاصيل البطولة الوطنية، وكذلك البطولة الوطنية للأصاغر والأشبال التي أقيمت بولاية البيض، كذلك بالتطلعات المستقبلية إن شاء الله لهذه الرياضة في الجزائر، كما عرج على كرونولوجيا الأحداث التي مرت بها هذه الرياضة هنا في الجزائر منذ دخولها سنة 2001. وللإشارة مرة أخرى أن الجزائر أصبحت رقما صعبا في هذه الرياضة على المستوى القاري وكذلك على المستوى العالمي، باعتبارها أنها تحتل المرتبة الثانية عالميا، المرتبة الأولى إفريقيا وكذلك عربيا، بمجموعة كبيرة من